نتعرف بحضرتك. مجدي محمود عبد الله. سن. 50 سنة. المؤهل الدراسي. دراسة مصر العربية. وحضرتك شغال في ايه؟ شيخ معهد السودان. طيب حضرتك مين اللي هتأيده في انتخابات الرئاسة 2012؟ عبد المنعم مفتوح. عبد المنعم مفتوح. ليه؟ مقتنع بفكره وآراءه. ايه البرنامج بتاعه؟ أنا عارف مش لازم أقول لك عليه يعني، بس أنا مقتنع بكل آرائه. يعني حضرتك طب مين لو حتى الدكتور عبد المنعم مفتوح مثلا لو حصل فيه جولة إعادة وهو ما نجحش في جولة الإعادة، وده طبعا غير متوقع خالص يعني. يقول له كمان ما يخش العادة؟ لا هيخش الإعادة. افرض هو ما دخلش هترشح مين؟ محمد موسى عشان خاطر كده. ماشي. ايه رأيك في أحداث العباسية؟ الأحداث اللي حصلت في العباسية. أنا ما أعرفش عنها حاجة أصلا. طيب ايه رأيك في مجلس الشعب؟ ايه رأيك في مجلس الشعب؟ تعبان لغاية دلوقتي. تعبان. طب الطعن اللي بتقدم فيه انت معاه ولا ضده؟ لغاية دلوقتي. جاي من الإخوان ولا غير الإخوان؟ يعني الطعن اللي بتقدم فيه مع الطعن ده ولا ضده؟ بتقدم في لا المجلس. أنا مش ضده ولا حاجة، بس أنا شايف إن مفيش عندنا أي إيجابية. طب والمجلس العسكري؟ تعبان. كله؟ طب وحكومة الجنزوري؟ حلوة عجباني أصلا، بس مش عارف الإخوان زعلانين منها ليه. شكرا.